بيصحى كانيكي من كابوسه وهو مفزوع وبيلاقي نفسه في أوضة المكتب، وفي الكافيه بعدها بيكون كانيكي شغال وبيسمع اللي موجودين بيتكلموا عن ظهور حمامة جديدة، وبيفهم انهم يقصدوا صائد الغيلان، وبيروح عنده المدير وبيقول له يرتاح وان كايا هي اللي هتكمل الشغل مكانه. فبيستغرب كانيكي، ولما بيسأل عن غياب توكا بيعرف ان مرضها منعها، وبيقترح عليه المدير يروح يطمن عليها في أوضتها. فبيتوتر لكنه بيروح، وبيوصل كانيكي عند أوضة توكا، وقبل ما يخبط بتفتح والدة هنامي الباب وبتقول له توكا تاخد بالها من هنامي وبتسيبهم وتمشي. وبنشوف كانيكي قاعد بعدها وبتسأله توكا ايه اللي جابه، فبيتوتر اكتر وبيقول لها انه بس كان عايز يطمن عليها. وبتسأله هنامي بعدها عن قراءة كلمة فبيساعدها، وبتقول له توكا انها بخير وانها بس اكلت كتير من طعام البشر. فبيستغرب وبيسمعوا بعدها الباب بيخبط، فبتتفاجئ توكا انها يوريكو صاحبتها، ولما بتفتح لها بنعرف انها بس حبت تطمن عليها لانها غابت من المدرسة. وفجأة بتشوف وراها كانيكي فبتتضايق وبتسيب لها اكل كانت عاملاه لها وبتمشي وهي متعصبة. فبيستغرب كانيكي وما بيكونش فاهم اللي بيحصل، وبيسألها بعدها هتعمل ايه في الاكل. فبيتفاجئ بيها بتقول له اكيد هتاكله لان يوريكو تعبت في تحضيره. وبالفعل بتاكل منه توكا بصعوبة شديدة، وبيستغرب قد ايه هي صديقة وفية. وبننتقل لتوسيكياما وهو بيفكر ايه انسب طريقة ياكل بيها كانيكي، وبيفكر انه لازم يكون عشاء في مكان فخم. وبيطلع المنديل اللي عليه دم كانيكي وبيفقد اعصابه زي المجنون اول ما بيشمه. وبيكون بعدها كانيكي في الشارع وبيشوف غيلان بيضربوا نيشيو بقوة شديدة، فبيفكر انه لازم يتدخل. بيروح لهم وبيطلب منهم يوقفوا، فبيروح له واحد منهم وبيكون هيضربه، فبيقدر كانيكي يتفاداه وبيهجم عليه تاني لكن بيسيبه كانيكي. وبيرجع بعدها كانيكي نيشيو وهو مش قادر يمشي وبيوصله لبيته. وبتفتح الباب بنت بسرعة جدا وهي قلقانة عليه، وبنعرف انها كيمي صاحبة نيشيو. وبيستغرب كانيكي لما بيعرف انها بشرية، وبتكون بعدها منهارة ومش عارفة تتصرف ازاي لان نيشيو هيموت لو ما اكلش. وبتقول انها اكيد مش هتقدر تصطاد من البشر، فبيقول لها كانيكي انه هيحاول يتصرف. وبنشوف بعدها كيمي خارجة من السوبر ماركت وباين عليها الحزن، لكن فجأة بيخطفها واحد وبنكتشف انه توسكياما. وبيوصل بعدها كانيكي البيت وبيشوف حد سايب له جواب ووردة، وبيتصدم لما بيعرف انها من توسكياما وكاتب له فيها انه خطف كيمي. وبيفتح كانيكي الباب عشان يحاول يوصل لها، لكنه بيتفاجئ بنيشيو قدام الباب وبيقول له انه كيمي ما رجعتش من وقت ما كانوا سوا. فبيقرا نيشيو الجواب وبيتعصب جدا، وبيتعصب اكتر ان خصمهم هو توسكياما، وبيصمم انهم لازم يتحركوا له فورا. وفي كنيسة بنشوف كيمي مربوطة وتوسكياما جنبها بيعزف على البيانو بكل هدوء. وفجأة بيحس بوصول كانيكي وبيستغرب من وجود نيشيو، فبيقول له نيشيو يحرر كيمي لكنه بيرفض، وبيقول له بكل استمتاع انه هيخلي كانيكي ياكلها وياكل هو كانيكي بعدها. وبيتحرك لكانيكي بسرعة شديدة وبيقول له ان هو السبب في كل اللي حصل لان ريحته لا تقاوم. وبيكون نيشيو هيهجم عليه لكنه بيضربه الاول ضربة عنيفة وبيقع مغمى عليه. وبيحاول كانيكي يواجهه لكنه بيكون بطيء جدا بالنسبة لتوسكياما. وبيروح توسكياما عشان يضربه تاني، لكن فجأة بيتلقى توسكياما هجوم شديد جدا وبنكتشف انها توكا وبتصيبه بشدة، لكن بيتفاجئ كانيكي ان اصابته اتشافت في ثواني. وبيبدأ توسكياما وتوكا يواجهوا بعض بكل قوتهم، وبيقوم كانيكي وبالفعل بيقدر كمان يصيبه فبيقع. وبيهجموا عليه كانيكي وتوكا في نفس اللحظة، لكنهم بيتفاجئوا بيه بيصد هجومهم بكل سهولة وبيكسر درع كانيكي. فبيقع كانيكي على الارض من شدة الالم، وبسرعة جدا بيدخل توسكياما ايده في بطن كانيكي وبيدوق دم وبيكون هيتجنن من حلاوة الطعم. وعلى الارض كانيكي بينزف ومش قادر يتحرك من شدة الالم. وفجأة بتهجم توكا تاني على توسكياما لكنه بيصدها من غير حتى ما يتحرك، وبيوجه لها هجمة شديدة جدا وبتتصاب توكا جدا. فبيقوم كانيكي مفزوع من خوفه عليها بالرغم من تعبه، وبيسيبهم توسكياما هم الاتنين وبيروح لكيمي وبيكون خلاص هياكلها، لكنه بيتفاجئ بندبة على كتفها فبيبعد عنها. وبيفوق نيشيو وبيشوفهم، فبنرجع بالاحداث للماضي وبنشوف نيشيو مع اخته وهم اطفال، وبتكون هي اللي ساعدته في كل حاجة في حياته وهي اللي اهتمت بيه بعد وفاة والدهم. لحد ما في يوم بيهجم واحد على اخته وبيقتلها وما بيقدرش نيشيو يعمل حاجة، ومن وقتها فقد الرغبة والثقة في التعامل مع كل الناس، لحد ما في يوم قابل كيمي صدفة واعجب بيها وبيعيشوا سوا. وفي مرة بيكون نيشيو محتاج للحم بشري وبشدة وبيتألم، فبتدخل كيمي تشوفه فبيهجم عليها وبتتصدم انه من الغيلان، لكنه بيفوق على اخر لحظة وبيبعد عنها وبيبقى فاكر انها كده خلاص هتبلغ عنه. فبيتفاجئ بيها راحت له وسابت له كتفها، وبالفعل هجم عليها لكنه بعد عنها بعد ما سبب لها الندبة. ومن وقتها قرر انه عمره ما هيأذيها تاني. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف نيشيو بيهجم على توسكياما بكل قوته، لكن بيسيبوا توسكياما بشدة وبالرغم من كده بيقاوم، فبيضربوا توسكياما بكل عنف لحد ما بيفقد الوعي تماما. وفجأة بيشوف كانيكي بيسمح لتوكا تاكل منه، فبيتعصب توسكياما جدا وبيحاول يبعدها عنه، لكن بتضاعف قوة توكا جدا وبتصد هجومه. وبيخرج لتوكا جناحين ضخمين من نار وبتهجم بيهم على توسكياما بسرعة شديدة، فبتضعف من قوته جدا. وبيكون كانيكي مبهور من اللي شايفه، وبنعرف ان ده حاجة
حاجة اسمها الكاجوني بيظهر عند الغيلان لما بيكونوا في كامل قوتهم. فبيقوم توسكياما وبيضحك ضحكة هستيرية وبيقول لها انه هيحب يقتلها قبل ما ياكل كانيكي، وبتبدأ ما بينهم معركة شديدة جدا وبيستخدم كل واحد فيهم الكاجوني بتاعه، وبتهجم عليه هجمة شديدة جدا فبتوقعه، وبيقوم توسكياما وبيتحرك تجاه كيمي عشان ياكلها. فبيتفاجئ بنيشيو لسه عايش فبيتعصب جدا وبيضربه اكتر، لكن بتهجم عليه توكا بالهجمة القاضية وبتقتله تماما. وبيتحرك بعدها نيشيو بكل صعوبة لكيمي وبيحاول يفكها، لكن بتوصل توكا وبتقول له يبعد عنها وبتكون عاوزة تقتلها لانها عرفت حقيقتهم. فبيحاول نيشيو يمنعها وبيفضل كانيكي من وراها يقول لها انها عمرها ما هتأذيهم، وبيقول لها تتخيل لو ان صاحبتها يوريكو هي اللي مكانها. وبتبص لها كيمي بكل براءة فبتتعصب جدا وبتخرج وبتسيبهم بسرعة جدا. وبعد فترة بيكونوا موجودين كلهم في المحل، وفجأة بيتصدم ميهيدي لما بيشوف نيشيو بقى شغال معاهم، وبنعرف انه قرر ما يقتلش بشر تاني عشان خاطر كيمي، وانه كمان هيشتغل معاهم في الكافيه. وبيتكلموا عن توكا وبنعرف انها حابسة نفسها من وقت اللي حصل. وعلى ترابيزة جنبهم بتكون هينامي مع والدتها، وفجأة بتنهار وبتسيبها وبتجري لأوضتها، فبيروح وراها كانيكي لكنها مش بتجاوب. فبيتكلم بعدها مع والدتها وبنعرف ان حزنها بسبب انها عايزة تروح لوالدها. فبيسأل كانيكي عن مكان والدها، فبننتقل عند والدها الدكتور وبيروح له جايسون لأول مرة من غير الماسك، وبيبان عليه الشر جدا، وبيكون موجود عشان ياخد الأداة الطبية وبالفعل بياخدها، لكنه بيكون ماسك رسمة لهينامي فبيسيبها قبل ما يمشي. وبيهجم فجأة على الدكتور وبنشوف الدم غرق الرسمة وما بنبقاش فاهمين ايه اللي حصل. وبنرجع لكانيكي مع والدة هينامي فبتحكي له انه بس متورط في شغل مع ناس خطيرة وانه عاوزهم بعيد عنهم عشان ما يتأذوش. وعند الدكتور بيمسكوا جايسون وبيخبطوا في الحيطة فبتتدمر وبيتصاب بشدة، وبنتفاجئ بره بحاملي الحقائب، واول ما بيشوفوه بيستخدموا قوتهم وبتتحول الحقائب معاهم لأسلحة ضخمة جدا. وعند أوضة هينامي بتحاول والدتها تدخل لكنها بترفض، فبتتضايق والدتها جدا وبتفقد سيطرتها على نفسها وبتبدأ تعيط، وبتقول لها ان هي كمان نفسها تشوفه لكنهم مجبرين يبعدوا للأسف. وبنرجع لحاملين الحقائب وبيدور ما بينهم وبين جايسون معركة شديدة جدا، وما بيقدروش هما الاتنين حتى يلمسوه، وبيهرب بعد ما بيدمر سلاح واحد من حاملي الحقائب وهو ماضي. وبيروحوا بعدها للدكتور وهو بينزف، وبالرغم من كده متمسك برسمة هينامي، وبيبان عليهم انهم مش ناويين على خير. وعند هينامي بتفتح اخيرا الباب وبتحضن والدتها وبيحاولوا هما الاتنين يواسوا بعض. وعند الدكتور بنلاقيه بيقاوم تعبه وبيقوم وبيستحضر الكاجوني بتاعه وبيهجم عليهم، لكن بيواجهوا ماضو. وبعد وقت بسيط بنلاقي محققين الCCG موجودين في المكان، وبنشوف للاسف جثة الدكتور على الارض، وبيبداوا يفتشوا بيته وعيادته عشان يوصلوا لاي معلومة توصلهم لغيلان اكتر. وبننتقل لتوكا بنلاقيها في اوضتها ومكتئبة جدا لانها ما قامتش بواجبها وقتلت كيمي بسبب حبها لصاحبتها يوريك. وبيروح لها كانيكي يطمن عليها وما بتفتحلهوش، فبيحاول يهون عليها وبيقول لها ان حب الناس مش ضعف وان تصرفها كان صح. وبيروح بعدها كانيكي لهينامي عشان يساعدها على القرايه، وبتوصل والدتها وبتشكره على مساعدته ليها. وبيقوم كانيكي عشان يمشي وبيسمع هينامي وهي بتقول لوالدتها انها عايزه تتعلم اكتر عشان تفاجئ والدها لما يتقابلوا، وبتقول لها كمان انها عايزه تشتري له كتاب بمناسبه عيد ميلاده. وفي الشارع بيكونوا محققين الCCG معاهم مجلد بالصور اللي اخدوها من بيت الدكتور، وبيسالوا الناس في الشارع لو يعرفوا اي حاجه عنهم، وبيشوفهم هيدي. وبيكونوا هينامي ووالدتها خرجوا من المكتبه بعد ما اشتروا الكتاب، وبتبقى هينامي متحمسه جدا عشان تهديه لوالدها اول ما تقابله، لكن فجاه بتشوف والدتها المحققين وبتلمح رسومات هينامي في المجلد، فبتاخدها وبيمشوا من الطريق التاني بسرعه، لكن للاسف بيلاحظوهم المحققين. وفجاه بتقف هينامي وبتقول لوالدتها بكل سعاده ان والدها قريب وانها شم ريحته، وبتسيب والدتها وبتجري بكل سرعتها، وبتكون والدتها مرعوبه عليها وبتحاول تحصلها. وبتوصل لشارع جانبي فبتتفاجئ بوجود 2 رجاله، وللاسف بيكونوا حاملي الحقائب وبيحاصروهم 2 كمان من وراهم، لكن بتتعامل ريكو والدة هينامي بكل هدوء وبتستخدم الكاجوني الخاص بيها وبتعمل بيه غطاء حواليهم، وبتقول لهينامي بكل حب وهدوء انها تهرب. وبتهرب هينامي بالفعل وهي منهاره ومش عارفه تتصرف ازاي، وبيشوفها كانيكي وهي بتجري في الشارع فبيروح لها بسرعه جدا، فبتقول له ان والدتها في خطر فبياخدها وبيرجعوا لها بسرعه جدا. وعند ريكو بتتصدم بماضو بيفتح شنطته وبيخرج منها الكاجوني الخاص بزوجها، فبتتصدم تماما. وبيوصلوا كانيكي وهينامي وبتترعب جدا على والدتها، لكن بياخدها كانيكي وبيستخبوا وهو مش عارف هيتصرف ازاي، وللاسف ما قدرش يعمل اي حاجه غير انه يمنعها من انها تشوف والدتها وهي بتتقتل. وعند الكافيه بتوصل توكا وبتتفاجئ بانه مقفول، فبتطلع للمكتب وبتلاقيهم كلهم متجمعين، وبتتصدم لما بتعرف اللي حصل، وبتتعصب توكا جدا وبتقول انهم لازم يقضوا عليهم كلهم، لكن بيفهموها انهم هيستمروا في ارسال محققين اكتر وده خطر جدا. فبتتضايق توكا جدا وبتمشي وبتسيبهم وهي متعصبه، وبيكون كانيكي ندمان انه ما
قدرش يعمل حاجة، لكن بيحاول المدير يخفف عنه. وعند حاملي الحقائب بنلاقيهم بيتكلموا عن كل الأدلة اللي وصلوا لها، وبيسيبهم مضوا بعدها وبيمشي من غير ما يقول هو رايح فين. وبنشوف أمون مع المحققين التانيين خارجين من المبنى، وبتكون توكا واقفة مستنياهم، وبيدخلوا المطعم، وبعد ما بيخلصوا أكل بيسيبهم أمون وبيمشي. وعند المحققين التانيين بيتمشوا مع بعض في هدوء، وفجأة بيحصل هجوم سريع جدا وبيموت واحد منهم في لحظة. وبنعرف ان توكا هي سبب الهجوم، وبتكون لابسة ماسك أرنب وبتبدأ تهجم على التاني، لكن بيظهر أمون وبيتصدى لها، لكنها بتستخدم الكاجوني بتاعها وبتكون هتقضي عليه. فبيوصل مادو وبيواجهها بكاجوني الدكتور، لكنها بتقدر تتفاداه. فبيفضل مادو يستفزها ويحكي لها عن الطريقة اللي ماتت بيها ريكو وهو بيضحك. فبتتعصب توكا جدا وبتتحول تماما وبتهجم عليه بكل قوتها، لكنه بيكون خصم قوي جدا للأسف. وبيعصبها أكتر لما بيقول لها إنه هيوصل لطفل ريكو يدمرها، فبتهجم عليه بكل قوته لكنه بيصيبها، وبيكون خلاص هيقضي عليها، لكنها بتقوم وبتهرب بسرعة شديدة جدا. وفي الكافيه بيدخل كانيكي على صوت خبط في المطبخ، فبيتفاجئ بتوكا وهي مصابة، وبيكون هيجري عليها علشان يساعدها، لكن بيوصل المدير وبيمنعه، وبيقول لها إنها عصت أوامره وعملت اللي في دماغها، فمفيش حد هيهتم لحياتها او لموتها. فبتخرج توكا بسرعه وهي زعلانه جدا، وبيحاول كانيكي يحصلها لكن برضه بيمنعه. فبيقول له كانيكي ان توكا يمكن غلطت، لكنها عملت كده من حبها ليهم، وبيسيبه وبيمشي. وبيوصل عند توكا وبيكون عاوز يعالج جرحها، لكنها بترفض. فبيقول لها كانيكي هو مش عارف مين اللي صح ومين اللي غلط، وان يمكن المحققين مؤذيين، لكنهم بيعملوا كده عشان يسيطروا على جرائم القتل اللي بتحصل من الغيلان. وبيكمل وبيقول انه برضه لما شاف قتل ريكو ما قدرش يستحمل، وانه هيساعدها على ان كل ده يقف، ولكن من غير ما يقتل محقق او غول. وبعدها بنشوفهم ماشيين سوا في الانفاق، وبيكون كانيكي مستغرب جدا، فبتقول له توكا ان هو اللي عرض المساعده. وبننتقل لماضو وبيكون وصل لمعلومات بخصوص هينامي. وعند امون بيكون بيتدرب وهو متعصب جدا وبينوي تدمير كل الغيلان انتقاما لكل اللي ماتوا ظلم. اما عند توكا وكانيكي فبيوصلوا عند اوتا، وبيستلم كانيكي الماسك بتاعه عشان يقدروا يواجهوا المحققين. وفي الكافيه بتروح توكا لاوضه هينامي، فبتتصدم انها هربت من الشباك. وبنشوف توكا وكانيكي في الشارع بيدوروا عليها، لكنهم وصلولهاش. وفجأة بيسمع كانيكي صرخة هينامي، فبيجري بكل سرعته ورا الصوت. فبيشوف توكا بتجري هي كمان وبتكون بتهرب من امون، وبيعرف انها الغول بماسك الارنب. فبيقف كانيكي في طريقه مرة واحدة وبكل سرعة وهو مداري وشه. وعند هينامي بنشوفها قاعدة حاضنة شنطة وحزينة جدا. فبتوصل عندها توكا وبتسألها عن الشنطة، وبتتصدم لما بتعرف انها اجزاء من جسم ريكو. فبتنهار هينامي وبتحضنها توكا وهي حزينة جدا، لكنها فجأة بتحس بحد في المكان وبيكون ماضو، وبيبدأ يستفزها بكلامه. فبتتعصب جدا وبتستحضر الكاجوني. وعند كانيكي بيهجم على امون وهو لابس الماسك بتاعه، لكن بيكون امون قوي جدا مقارنة بيه، وبيحول الشنطة لسلاحه وبيصيب كانيكي بقوة شديدة جدا وبيقع كانيكي. وعند توكا بنلاقيها في معركة شديدة جدا مع ماضو، لكنها بتقدر تخبطه في الحيطة بكل قوة وبتصيبه، وبتقرب عشان تقضي عليه، لكنه فجأة بيستخدم سلاح صنعه من كاجوني ريكو وبيهجم عليها بقوة شديدة جدا. وبتكون هينامي مصدومة من اللي هي شايفاه. وعند كانيكي بيكون واقف هجومه على امون، وبيفضل يتكلم عن ان مش كل الغيلان وحشه، لكن بيستمر امون في هجومه عليه بكل غضب. وبرضه ما بيواجهوش كانيكي على امل انه يستوعب ان كل الغيلان مش وحوش، لكن بيضربوا امون بعنف شديد جدا، وبيكون خلاص هيسيبه ويروح لهم عند ماضو. فبيقرر انه لاول مره هيسمح لجزء الغول فيه هو اللي يتحكم. وبالفعل بيقوم وبيهجم على امون بكل سرعه وبيقدر ياكل منه. فبيستخرج الكاجوني بتاع ريزو، وبتدور ما بينهم معركه عنيفه جدا. وبيقدر كانيكي يدمر سلاح امون، وبيفتكر امون انه خلاص هيقتله، لكنه بيتفاجئ بيه بيقول له يهرب حالا، لكن بيعند امون وبيقول له انه عمره ما يهرب من مواجهه غول. فبيتعصب كانيكي جدا وبيبعده بقوه شديده وهو خايف عليه لا يأذيه. وعند ماضو بيكون خلاص هيدمرهم هما الاتنين تماما، لكن فجاه بتختفي هينامي وبيتقطع دراعه كله. وفجاه بتظهر هينامي وبيكون الكاجوني الخاص بيها ظهر، والاول مره من كتر خوفها على توكا. وبيضحك ماضو بهستيريا من قوتها المهوله وبيهجم عليها بكل قوه، لكن بتقدر هينامي تتصدى له وبتضعف من قوته جدا. وبتتكلم توكا بصعوبه وبتقول لها تقضي عليه، لكن بترفض هينامي وبتقول لها انها مش مهتمه للانتقام، وانها بس حزينه لفقدانها اسرتها. وبتنهار هينامي. فبيقوم ماضو وهو بيضحك ضحكه شريره وبيقول بكل قسوه ان معاها حق ولازم تنضم لهم في عالم الموتى، وياخد هو الكاجوني بتاعها يعمل منه سلاح.
وبيكون هيهجم عليها بكل قوته، لكن فجأة بتيجي ضربة من وراه في رقبته مباشرة وبتكون من توكا. وبالرغم من كده بيفضل يقاوم الموت عشان يحاول يقبض عليها الاول، لكنه بيموت في الاخر. وعند امون بيكون مستغرب ازاي الغول سمح له يهرب بالرغم من انه كان قادر يقتله. وبنشوف كانيكي بيعاني بشدة ومش قادر يسيطر على الكاجوني وعنده نهم شديد للحم البشري. وفجأة بيظهر واحد بماسك فبيهجم عليه كانيكي بسرعة رهيبة وبيسيبه، لكنه بيشيل الماسك وبيتصدم انه يومو وبيديله يومو قطعة لحم. وبالفعل بيبدأ كانيكي يهدى وبيختفي الكاجوني. وبيروحوا بعدها لهينامي وتوكا وبيمشوا سوا وهم اخيرا بخير. لكن بيروح امون وبيكتشف موت مادو وبينهار تماما. هنستناكم تقولوا لنا تتوقعوا ايه اللي هيحصل في كانيكي البطل بتاعنا، وقولوا لنا لو عايزين الجزء الجديد. ودمتم سالمين.